السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله مكملين في سلسلة المراجعة النهائية وحل أهم الامتحانات لامتحان نصف العام بإذن الله. وعايزة أقول لكم إن في قائمة تشغيل على القناة فيها امتحانات مهمة جدا جدا، يا ريت تراجعوها قبل الامتحان. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي أول كومنت مثبت. عايزاكم تركزوا معايا كويس أوي ويلا بينا نبتدي على طول. اول سؤال معايا بيقول لي finish the following dialogue. طبعا بنقرا الديالوج كامل على بعضه علشان نفهم الديالوج بيتكلم عن ايه ونعرف نجاوب صح. فبيقول لي ايه؟ عمر is meeting a tourist in the Egyptian museum. يعني عمر قابل سائح في المتحف المصري. فعمر قال له ايه؟ welcome to Egypt, how do you do؟ يعني مرحبا بك في مصر، كيف حالك؟ فتورست قال له hello وبعدين جاوب بايه؟ فعمر سأل سؤال، فتورست قال له I am from England. انا من انجلاند. فعمر سأل سؤال، فالتورست قال له I will stay for a month. فعمر قال له is this your first visit؟ هل دي زيارتك الأولى؟ فتورست قال له إيه؟ وقال له I have come here 4 times before. يعني أنا جيت هنا 4 مرات قبل كده. فعمر قال له what do you think of the Egyptian people؟ يعني ماذا تعتقد في المصريين؟ فتورست قال له إيه؟ وقال له really I like them very much. يعني حقيقة أنا بحبهم كتير جدا. تعالوا نرجع بقى من الأول ونجاوب مع بعض. how do you do؟ طبعا هيقول له I am fine thank you أو thanks. I am fine thank you. عمر سأل سؤال، فتورست قال له I am from England. يبقى هو أكيد بيقول له أنت منين؟ طبعا سؤال سهل جدا. Where are you from؟ Where are you from؟ فقال له I am from England. بعد كده عمر سأل سؤال فقال له I will stay for a month. يعني أنا هقعد لمدة شهر. يبقى كان بيقول له طبعا كام المدة اللي هتقعدها. كام المدة يعني إيه؟ how long. أداة استفهام. الفعل المساعد هيبقى will. الفاعل I هتبقى you. وبعدين stay الفعل الأصلي. يبقى how long will you stay؟ كام المدة اللي انت هتقعدها here هنا. فتورست قال له I will stay for a month. فعمر سأل سؤال is this your first visit؟ هل دي زيارتك الأولى؟ فتورست جاوب بإيه وقال له I have come here 4 times before. يعني أنا جيت هنا 4 مرات قبل كده. يبقى هيقول له إيه؟ طبعا no it isn't. no it isn't. فعمر قال له what do you think of the Egyptian people؟ ماذا تعتقد في المصريين؟ فجاوب بإيه وقال له really I like them very much. يبقى مثلا هيقول له they are very friendly. يعني هم طيبين جدا أو ودودين جدا. تاني سؤال هيجينا في الامتحان هيقول لك read and complete the text with the words from the following list. فبيقول لي get يحصل على opens يفتح comfortable مريح open terrible يعني مرعب و reviews يعني مراجعات أو تقارير. فبيقول لي إيه I am looking forward to our trip to the Orman Garden. يعني أنا بتطلع لرحلتنا لحديقة الأورمان. it is at 9 a.m. طبعا it opens وهتكون بالإس ليه؟ لأن هنا it عندي مفرد. It opens at 9 a.m. and it takes about an hour to be there by car. طبعا to get there يعني بتاخد حوالي ساعة لكي أكون هناك بالسيارة. The online about the garden is fantastic. طبعا the online reviews. The online reviews about the garden is fantastic. رائعة. The garden is very big and there is lots to see. يعني الحديقة كبيرة جدا وبيوجد هناك الكثير لكي تراه. Make sure that you wear shoes. طبعا comfortable shoes يعني shoes مريح. تالت سؤال بيجينا في الامتحان هيقولك read the following then answer this question. فبيقول لي ايه I am سامي and I live in إسماعيلية. أنا سامي وبعيش في إسماعيلية which is between بورسعيد and سويس. يعني التي تقع بين بورسعيد والسويس. The Suez Canal runs through the city before it reaches the sea. يعني قناة السويس بتمر عبر المدينة قبل أن تصل إلى البحر. إسماعيلية is a part of history. يعني هي جزء من التاريخ. In the past في الماضي people in إسماعيلية saved their city يعني كانوا بينقذوا مدينتهم sacrifice themselves بالتضحية بأنفسهم for their homes من أجل منازلهم. إسماعيلية is beautiful. إسماعيلية جميلة. There are attractive buildings. بيوجد مباني جذابة
interesting monuments وآثار مثيرة للاهتمام and lots of things to do here والكثير من الأشياء التي تقوم أو التي تفعلها هنا especially at the weekend خاصة في نهاية عطلة الأسبوع. I often go to lake تمساحة أنا غالبا بذهب لبحيرة التمساحة which is near the city اللي بجانب أو بالقرب من المدينة with my family مع عائلتي. It's a beautiful lake هي بحيرة جميلة with beaches around it يعني بشواطئ حواليها. We can play on the beach نستطيع أن نلعب على الشاطئ. We can catch fish نستطيع أن نصطاد السمك. There are some interesting museums in إسماعيلية بيوجد بعض المتاحف المثيرة للاهتمام في إسماعيلية. My favorite place is the natural museum يعني مكاني المفضل هو المتحف الطبيعي because I am interested in animals لأني مهتم بالحيوانات. In this museum في هذا المتحف you can enjoy and have a lot of scientific information يعني تستطيع أن تستمتع وتحصل على معلومات علمية عن الحيوانات and planted there والنباتات هناك. The weather in إسماعيلية is fine all the year يعني الطقس في إسماعيلية جيد أو كويس طول العام. So you can enjoy your stay here لذلك يمكنك الاستمتاع هنا. The hotels are clean يعني الفنادق نظيفة comfortable and not expensive ومريحة ومش غالية. It's a good place to go to at the weekend يعني ده مكان جيد للذهاب إليه في عطلة نهاية الأسبوع. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي ايه choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 بيقول لي the main idea of the text is الفكرة الرئيسية للنص عن ايه بورسعيد ولا the Suez Canal ولا إسماعيلية ولا Egypt طبعا إسماعيلية. number 2 بيقول لي what does the underlined word there refer to. تعالوا نرجع تاني للباسج. فبيقول لي ايه natural museum because I am interested in animals. In this museum في هذا المتحف you can enjoy and have a lot of scientific information تستطيع أن تحصل على المعلومات العلمية about animals and planted there. يبقى there هنا بتعود على إيه؟ طبعا natural museum المتحف الطبيعي. يبقى نقول هنا the natural museum. بعد كده بيقول لي answer the following question. number 3 بيقول لي explain إسماعيلية is a good place to spend a holiday mention two reasons يعني اشرح لي ليه إسماعيلية مكان جيد لقضاء الأجازة اذكر لي سببين. تعال نرجع تاني للباسج. عندي هنا أول سبب there are attractive buildings بيوجد مباني جذابة interesting monuments وآثار مثيرة للاهتمام and lots of things to do there والكثير من الأشياء التي تفعلها هناك. يبقى ده أول سبب. تاني سبب عندي the weather in إسماعيلية is fine all the year يعني الطقس في إسماعيلية هو كويس طول العام. so you can enjoy your stay there لذلك تستطيع أن تستمتع هناك. وممكن كمان نقول the hotels are clean الفنادق نظيفة comfortable and not expensive ومريحة ومش غالية. number 4 بيقول لي how were the people in إسماعيلية brave in the past mention one thing يعني كيف كان الناس في الإسماعيلية شجعان في الماضي اذكر لي سبب أو اذكر لي شيء واحد. تعالوا كده نشوف الباسج. فقال لي هنا in the past في الماضي people in إسماعيلية saved their city يعني كانوا بينقذوا من المدينة بتاعتهم أو أنقذوا المدينة بتاعتهم. sacrificed themselves إن هم ضحوا بأنفسهم for their homes من أجل منازلهم. يبقى دي إجابة number 4. number 5 بيقول لي summarize the second paragraph in one line يعني لخص لي الباراجراف التاني في سطر واحد. تعالوا نشوف second paragraph اللي هو بيقول لي ايه there are attractive buildings interesting monuments and lots of things to do here ويبتدي بقى يقول لي I often ايه اللي هو فيه ليك تمساح بحيرة التمساح ويبتدي بقى ايه يشرح لي الأماكن اللي موجودة هناك. فهنقول there are attractive buildings interesting monuments and lots of things to do in إسماعيلية. يبقى دي number 5. number 6 بيقول لي why do you think the natural museum is Sammy's favorite place ليه بتعتقد ان المتحف الطبيعي كان مكان سامي المفضل. تعالوا نشوف الباسج. فقال لي هنا ايه بقى my favorite place is the natural museum. ايه بقى because I am interested in animals يبقى هنقول because he is interested in animals لانه مهتم بالحيوانات. in this museum في هذا المتحف he can have a lot of specific information about animals and plants يعني هو يستطيع أن يحصل على معلومات علمية عن الحيوانات والنباتات هناك. يبقى دي number 6.
رابع سؤال هيجينا في الامتحان هيقولك choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 بيقول لي A means how good or bad something is، يعني معناه مدى جودة أو سوء شيء ما. طبعا ده ايه؟ quality، الجودة. number 2 بيقول لي the word is peaceful and noisy are peaceful يعني مسالم أو هادئ، noisy يعني صاخب أو ضوضائي. طبعا دول ايه؟ opposites. نمبر 3 بيقول لي she has no friends، ليس لديها أي أصدقاء. she always feels يعني هي دائما بتشعر بإيه؟ طبعا lonely، بالوحدة. نمبر 4 بيقول لي the suffix e means pain in your body، معناه ألم أو وجع في جسمك. طبعا ache بمعنى وجع. نمبر 5 بيقول لي is to help and encourage someone، إن أنت تساعد وتشجع شخص، ده إيه؟ طبعا دعم support. نمبر 6 بيقول لي remember to buy some fruits، يعني تذكر ان انت تشتري بعض الفواكه. please don't ايه؟ طبعا don't forget، لا تنسى. خامس سؤال هيجينا في الامتحان هيقول complete the sentences with the correct form of the words in practice، عايز نصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. نمبر 1 بيقول لي my English lesson started at 9:30 every day، يعني حصة الإنجليزي بتاعتي بتبدأ الساعة 9:30 كل يوم. فعندي everyday ده زمن ايه؟ present simple tense، زمن المضارع البسيط. وعندي my English lesson ده مفرد، فهنزود للفيرب اسمه نقول starts. نمبر 2 بيقول لي neither هبة or سارة visited Luxor، طبعا neither nor. نمبر 3 بيقول لي فادي be making tea when أيمن called him، يعني فادي كان بيعمل شاي لما أيمن اتصل بيه. عند when ماضي بسيط ماضي مستمر، فادي هنا مفرد فنقول was making. نمبر 4 بيقول لي basketball is less exciting than football، طبعا عندي than فهنقول ايه؟ less. يبقى basketball is less exciting than football، يبقى less exciting. نمبر 5 بيقول لي مستر صبري has been at this school yet 2020، طبعا مدة زمنية غير محددة فتبقى ايه؟ since. سادس سؤال هيجينا في الامتحان هيقولك write a paragraph of about 110 words about a review about something you bought online، شيء اشتريته اونلاين. طبعا من المواضيع المهمة جدا جدا اللي نركز عليها. هسيب لكم لينك فيديو اهم الباراجرافات المتوقعه باذن الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي اول كومنت مثبت. وبس كده حلوين، يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر وصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه اعملوا سبسكرايب للقناه، كمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. لو عايزين امتحانات PDF ادخلوا على قناه التليجرام، هسيب لكم الرابط كلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي اول كومنت مثبت. اشوفكم الفيديوهات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.